السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مزيانين وعلى خير. فيديو ان شاء الله جديد معايا. اليوم غادي نشارك معكم واحد كراطون ساهل، كراطون صيفي تعجب الدراري الصغار ويعجب الكبار حتى هما. مكونات متوفره في اي بيت، وتقدروا تعوضوهم بمكونات اللي متوفره عندكم في البيت لما كانوش هاد المكونات اللي عندي. المهم انا قلت نشاركو معكم، تيجي زوين ساهل، تقدري تصاوبيه في رمشه عين واقتصادي وخفيف. المهم غادي نقطع معكم واحد الطريف كيف بدايه باش تشوفوا كي تيجي رائع بزاف. تقدروا تستعملوا هاد المقارونيه ملونه او هذه المقارونيه مجعبه سامبل حتى هي تيجي بها زوين. المهم نقطع معكم واحد الطريف، وديك الساعه غادي ندوزو للطريقه كيفاش درتو. ومن هنا لقدام ان شاء الله غادي نبدا نشارك معكم وصفات سهله صيفيه اللي تقدروا ديروها وتكون سريعه وفي متناول الجميع واقتصاديه، وديك ديال تدخلي للكوزينه وما تبقيش جالسه فيها بزاف لانه انا ما كيعجبنيش ندخل للكوزينه ونبقى جالسه فيها بزاف. تعجبني ندير داكشي يكون بنين وخفيف وسهل واقتصادي. بطبيعه الحال كندير وصفات المبتدئات بحالي وفحالهم، بحال شي وحده يلاه تزوجات وبغات تتعلم تدخل لعندي علاش لا. ونتمنى لكم تشاركوا قناتي مع الاصدقاء والحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده. المهم بالنسبه سميتو غادي ندوز في مقله، غادي ندير شويش الزبده وزويته بلديه، زويته نباتيه. المهم غادي ندير الزبده بحال هكا باش دغيا تذوب. هنايا راه عرفتي شنو راه عندي، خصني نوجد الغدا دغيا بالزربه لانه تعطلت على الغدا. المهم كما كتشوفوا درت بصيله ودرت فلفلات الوان، تقدروا ديروا الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء. انا كانت متوفره عندي غير الخضراء. عندي هنا لي زيبيناغ، انا كيعجبوني لي زيبيناغ يكونوا في الحشوات وفي لي غراتان، تيجوني صحيين. ومن طبيعه الحال راكم تعرفوا هما من الالياف تيساعدوا على. المهم بلا ما نبدا نشرح لكم نتوما تعرفوا هادشي، انا كندير بحال هكا باش هكا وليداتي ياكلوا الخضره في وسط الماكله بلا ما يحسوا. درت لي شامبينيون قطعتهم هكا رقاقين ودرتهم حتى هما في مقله. هانتوما هما لحقتاش داك الطريف تاع ديك لابارتي تمسحات لي. المهم غادي ندوز حتى هما نشحرهم صافي، غادي نخلي هاد الخضيره ديالي حتى تدبل شويه. ديك الساعه كنزيد عليهم الكفته، تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا طريفه الدجاج، تقدروا ديروا الطون اللي متوفر. تقدروا ما ديروا لا كفته لا حتى شي حاجه، يكفي غير الخضر بحال هكا تيجي حتى هو رائع. المهم هنا الكفته كنت عندي شويه مكونجوليه، بقيت كنوريك عليها هكا باش يدخلها الطياب وتجي مفرطته صافي. بالنسبه للقوام ما درتش شي قوام، درت غير الملحه والبزار، هادشي اللي درت والله يجعل شي بركه. وشويه ديال لاصوص الصوجا صافي. هادشي اللي درت ودرت من طبيعه الحال عندي هنايا الاعشاب منسمه اللي هما ديال الباستا، كيتباعوا في ميركادونا. بالنسبه للناس اللي كيعيشين في اسبانيا راه كاينين في ميركادونا، وكتلقاوهم حتى في ليدل، وتلقاوهم حتى في لي غون سورفاس تا هما كاينين فيهم. المهم هما اللي درت صافي لانهم اصلا فيهم بزاف، فيهم ملح، فيهم القزبور، فيهم المهم فيهم قوام ديال الباستا تيجي رائع. تقدروا ديروهم غير هما بوحديتهم تيجيو زوينين صافي. غادي ندوز هنايا كيف ما شفتوا درت تشويش صلصه الصوجا، ما تكثروش الملحه لانه راه صلصه الصوجا شويش مالحه. صافي وزدت لاصوص طوماط، وغادي نزيد عليها هذه القشده الطريه اللي هي الناطه ليكيد ديال الطياب. غادي نضيفها حتى هي، وزيد شويش ديال الماء من الباستا، من الماء تيغلي من ديك الباستا دايره كتسلق. انا الباستا ما كنسلقهاش بزاف، كنخليها كما تنقولوا هنا الدنتي، كنخليها تكون شويش قاصحه فهمتوا باش ما تجيش ديك مهرهره بزاف. المهم زدت هنايا شويه ديال هذه القشده الطريه اللي هي لا كريم فريش، وغادي ندوز نضيف عليها الباستا ديالي. شفتوها كي دايره راه ماشي طيبه بزاف. غادي نبقى كنخلطها بحال هكا، تقدروا تحطوها بحال هكا يكفي، راه كتجي رائعه بحال هكا. وديروا فوق منها الفرomاج، لانه انا بعض المرات كنديرها غير بحال هكا وتندير فيها الفرomاج موتزاريلا صافي، وكنحطوها وكناكلوها كتجي حتى هكا مزيانه. اولا تقدروا ديروها على شكل كراتان كي بغيت ندير دابا وتخشوها في الفران صافي. غادي نبقى هكا نخليها واحد شويش فوق العافيه بما ندوز نوجد المول اللي غادي نخشيه للفران. غادي ندهنو بالزبده، هي صراحه حتى هكذا راه كتجي رائعه بزاف. تزيد عليها الفرomاج وتيكون غاوه وجد غدا ولا عشاء، والله يجعل شي بركه. المهم انايا غادي ندوز دهنت المول ديالي اللي غادي نخشيه في الفران. غادي نحط هذه الباستا ديالي بحال هكا، وغادي نزيد عليها لا بيشاميل.
المهم بشاميل كلشي كيعرف يصاوبها، تقدروا تصاوبوها اولا تشريوها. انا بعض المرات نصاوبها بعض المرات نشريها. هنايا راني صاوبتها باش ما نطولش عليكم الفيديو ونقص يجي الفيديو طويل. المهم صلصه البشاميل راه كلشي كيعرف يديرها. انا كندير فيها غير شويه ديال الزبده ومايزينا وزيت، وكنشحرهم شويه مع مليحه وشويه ديال الكوزه محكوكه والبزار وشويه ديال الحليب وهذا الكريمه ليكيد. صافي هادشي اللي كندير فيها وكنخليها تطبخ شويه صافي، وكتكون وجهه تجي عاقده بحال هكا. صافي غادي ندوز دابا ندير الفرomاج فوق الغاطا وندوز نخشيه في الفران، وغادي يكون هكذا وجد تيجي ساهل دغيا تقدروا توجدوه. انا بصراحه في الصيف وفاش يبدا الجو يبدا يسخن شويه كيعجبوني لي غراتان بزاف. ديال الكغاتان معاه شلاضه يجي غدا ولا عشاء ساهل بزاف مزيان. المهم هنا ها هو الكراتان ديالي تحمر، غادي ندوز نقطع معكم واحد الطريف وتشوفوه كيف جا. وغنحبس معكم الفيديو ديالي هنايا حتى الفيديو ان شاء الله اخر. ما تنساونيش من لايكات، بارطاجيو القناه ديالتي مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وخليوا لي تعليقكم اللي كتفرحني وكتزيد بيا القدام باش نزيد نشارك معكم وصفات ولا خرجات اولا من هنا للقدام ان شاء الله. الا كنتو بغيتو نبدا نشارك معكم روتينات يوميه شنو كندير، مثلا نبدا نشارك معكم النهار ديالي من الصباح حتى العشيه. المهم حتى تخليو لي التعاليق ديالكم. وبغيت ندير واحد ديديكاس لبنت اختي سميتها ليليا، كنحبها بزاف كنصيفط لها بيسات وقليبات من هنايا لانه كتقول لك راها فانس ديالي. ديديكاس ليليا وحتى الفيديو اخر ان شاء الله، وباي باي عليكم، السلام عليكم.